أيوة هي صح، هي كغار. هي رواية كغار للكاتبة منى سلامة اللي جابت رجلي وخلتني أتعلق بالمكان ده. وده الجزء التاني من رحلتي لأجمل بقاع الأرض في العالم، وهي واحد سيوة اللي موجودة على أرضنا المصرية، واللي بقالي 9 سنين بحاول إن أنا أروحها، والحمد لله أخيرا ربنا حقق لي حلمي. والنهارده هاخدكم ونروح أكتر من مكان. طبعا أنا ما قدرتش ألف سيوة كلها نظرا لأن إحنا كنا رحلة علاجية، ما كانتش رحلة استمتاع، لأن انتوا عارفين الرحلة العلاجية بيبقى المطلوب مننا فيها الراحة. بس إحنا على مين؟ إحنا أوحنا ورحنا علشان نشوف أجمل مكان في سيوة بالنسبة للناس السياح، لأنه كاشف سيوة كلها من فوق، وهو قلعة شالي، أو زي ما بيقولوا أهلها أهل سيوة شالي غدي. طبعا زي ما انتم شايفين تصميمها غريب جدا وعجيب، عامله كده زي المتاهه، بس شكلها حلو قوي 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 من فوق، لانها كاشفه سيوه كلها. وعلى قد ما طلوعها مرهق للي زي حالاتي، بس على قد ما بتتفاجئوا بالمشهد اللي بتشوفوه اول ما بتطلعوا فوق. طبعا انا كنت مبسوطه جدا ان بحقق حلم من احلامي. طبعا في احلام كتير جدا دعواتكم ان ربنا يكتبها لي واحققها، بس انا كنت مبسوطه جدا ان الحلم ده تحديدا اتحقق، لان بقالي 9 سنين بحالهم بحلم بيه. ومن المفاجآت الحلوه جدا اللي حصلت واحنا هناك ان تمت دعوتنا بزياره لمزرعه الاستاذ المهندس المحترم باشمهندس محمد الجندي. رحنا مزرعته، والمزرعه دي فيها زي ما انتم شايفين كده تمور وزيتون وحاجات تانية حلوة كتير. بس كانت أكتر حاجة مفرحاني التمر هناك، كان طعمه والله يا جماعة أنا في حياتي ما دقت تمر بالحلاوة دي. حتى اللي أكلته في جزيرة فطناس واللي أكلته في المنتجع اللي احنا كنا موجودين فيه مش بالحلاوة دي، خصوصا البلح البرحي اللي موجود هناك. ونظرا لأن إنسان ما بعرفش أستمتع بأي حاجة لوحدي، كان لازم آخد لحبايبي اللي كانوا معايا في الرحلة وأنا راجعه لهم على المنتجع اللي احنا كنا فيه، خدت لهم من البلح البرحي اللي قدامكم دوت. وده عم إبراهيم اللي وداني المزرعة بالتروسيكل بتاعه، وهو اللي قام بنفسه بجمع البلح اللي استوى وطاب وبقى عجوة، علشان يبقى عندنا أجمل بلح برحي كلته في حياتي، بالإضافة كمان لبلح سيوة اللي شهرته وصلت للعالمية. وأخدت بقى البلح ورحت على المنتجع علشان أدوق حبايب قلبي اللي معايا في الرحلة منها. وهنا دكتور مكاريوس دكتورنا الجميل لقى إيدي متعورة من النخل، فعلى طول لحقني بكحول. وطبعا ما نسيتش آخد هدايا جميلة من الواحة بتاعتنا الجميلة. خلصت رحلتنا، والأجواء الحلوة واللحظات الحلوة عمرها قصير، بس على قد ما المكان أنا سبته، بس المكان جوايا ما سابنيش، ولسه عندي رغبة أروح تاني. رغم إن من المفارقات العجيبة جدا إن وأنا رايحة المكان ما كنتش شايفة أي إبهار في الموضوع، بس وأنا ماشية كنت سايبة روحي وقلبي في المكان ده. الناس هناك جميلة جدا، وغير كده الصحبة هناك كانت حلوة قوي، وبجد نفسي تاني نتجمع بنفس الصحبة ونفس الناس ونروح تاني نفس المكان. دعواتكم نتجمع تاني قريب، واشوفكم على خير.